الزمالك كالعادة يخسر يا سادة. أخطاء فنية متكررة للزمالك بقيادة فريرة. فجأة كده لعيبة نادي الزمالك والجهاز الفني نادي الزمالك قال لك احنا نلعب سيكسي فوتبول زي فريق سان داونز. هم تقريبا كانوا مطبقين على خطة سان داونز، بس هم مش مدركين ان عشان تلعب سيكسي فوتبول او كرة جميلة، كرة من تبدأ من تحت وتنقل وتوصل والجون من لمسات، ان انت لازم تكون بتعرف تلعب كورة. دي الحقيقة المرة اللي لعيبة الزمالك مش عارفاها. في لعيبة في الزمالك ما ينفعش تلعب في الزمالك، والله الدنيا كانت ماشية بقوة الدفع السنة اللي فاتت، وللاسف برضو اللعيبه دي لسه مكمله والجهاز الفني يقول لك انا ما عندي، هو الجهاز الفني يقول لك انا ما عنديش بدايل، ما عنديش لعيبه. محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد كوارث دفاعيه غير عاديه. ما اعرفش ليه هما اتنين لازم يركنوا هما الاثنين. العب بعبد الشافي، العب بالمسلوسي قلب دفاع، العب باي حد قلب دفاع مسلوسي. اكيد هيبقى ارحم من الكابتن محمد عبد الغني والكابتن حسام عبد المجيد. مع احترامي ليهم هما الاثنين لازم يركنوا. محمد صبحي أنا لا ألومه في الهدف، ولكن برضو يعني تقديره للكورة كان صعب برضو. ما الكورة أنت لازم يعني تكون متوقع كورة زي دي، يا إما تخرج بدري يا إما كنت عملت ديلي بقى واستنيت ومنزلتش على الأرض كده متأخر. كابتن قلنا الماتش اللي فات كابتن أحمد سيد زيزو لازم يريح. اللاعب استهلك بدنيا. طبعا كل الناس قالت لك لا يا عم وانت بتفتي وانت لازم تعمل مش عارف ايه ولازم تعمل ايه. فهو الكلام اللي احنا بنقوله هو اللي بيتنفذ واللي بيحصل. سيف الجزيري برضه بدنيا مستهلك، فكان لازم تريحه الماتش ده عشان ماتش افريقيا. كده كده انت هتخسر، يعني كده كده انت خسرت. فلو كنت خسرت وانت مريحهم كان على الاقل كان يبقى ليك حجه يا عم الحاج، ده انا خسرت عشان مريح زيزو ومريح سيف الجزيري. انما لما تخسر وانت اصلا بتلعب فول تيم وفرقتك كامله ومفيش عندك اي مشاكل، هيبقى المشكله من عندك انت. تالت تفصيله بقى ودي المهمه، نص الملعب. عندنا نص ملعب يا جماعه. النهارده كابتن فيريرا يعني قرر ان هو يعمل خطه جديده جدا، ان هو يلعب بواحد ستة واتنين تمانية. مين؟ سيف فاروق جعفر ودونجا اصلا يعني مش واقف على رجله بمعنى اصح. مش عايز اظلم برضو اللعيب، هو مش جه من اصابه، جه من نادي الزمالك اتصاب قعد فتره، جه من الدار للنار ماتشات يخش تك 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 تك. ملحقش برضه ياخد فتره يعني استعداده. اللي ممكن ما كانش كمل، يعني ممكن هو ما كملش برنامجه ورجع بدري عشان يلعب وعشان ياخد مكان. ما اقدرش الوم عليه، بس الوم على المدرب. يا عم انت شايف الاتنين يعني اتنين انت بتلعب. دونجا مش عارف يلعب 8، مش عارف يلعب 8 لانه مش عارف يلعب 6، فيلعب ازاي 8؟ وبرضه رؤى علامة استفهام عليه برضه كبيرة جدا. يعني رؤى ما بيلتحمش، ما بيعملش فاولات تكتيكية، مش فاولات وخلاص. هو بيعمل فاولات بس ما بيعملش فاولات تكتيكية. يعني كرة بتبقى باينة جدا انها هتتلعب هتتباص هتعمل، ما بتعملش فاولات تكتيكية. بطيء برضو إلى حد ما. سيف فاروق جعفر بيلعب بربع ساعة نص، يعني نص ساعة في الماتش، يعني ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة بكتير في الماتش قوي وما بيبانش. طب انت فين اللعيبة يا جدعان؟ ما تطلع يا عم ناشئين. ما احنا قلنا الكلام ده يا جماعة والله من سنة، يعني قلنا الكلام ده من اول الموسم. فين لعيبتك الناشئين؟ قلت لك طلع ناشئين واعمل. فريرا خلاص يا جماعه، هو فريرا مش هيقدم حاجه يا جماعه، انتوا برضه هنضحك على بعض. فريرا مش هيقدم اي جديد، فريرا لازم يمشي. ولازم يكون في حل قبل ماتش شباب بلوزداد. بس ماتش شباب بلوزداد يعني خلاص هو السبت. فانا يعني حزين جدا ومتوقع الأسوأ في القادم، لان اللعيبه متخاذله جدا نازله عندها الثقه انها تكسب. مش عارف الثقه دي جايه منين. اللعيبه ما فيش ادوار بتأديها في الملعب على اكمل وجه. الروح مش موجوده، غايبه. مشاكل برضو اداريه وفنيه كبيره جدا. مش عارف هو الحل اللي قدامنا ان احنا نعدي ماتش شباب بلوزداد ويتم إقالة فريرة عشان ننقذ ما يمكن إنقاذه. أما بقى لو لا قدر الله حصل أي شيء، وده متوقع في ماتش شباب بلوزداد، فطبعا كل ما يحدث يتحمله الإدارة. مجلس الإدارة بالكامل. هتقول لي أصل مرتضى منصور في السجن، هو مرتضى منصور يعني قبل ما يدخل السجن كان الفريق كان الأول ودلوقتي بقى التاني؟ لا، هو الفريق فيه مشاكل منهار فنيا وإداريا من قبل كده. ولاعيبة اللي جت نادي الزمالك لا ترتقي لمستوى نادي الزمالك للأسف يعني. أتمنى إن يكون في تصحيح مسار واستقالة جماعية من مجلس الإدارة في أقرب وقت.